بزيرة يفشل الصفقة. اوعى الفرحة بتاعت الزمالك النهاردة تنسيك ان النهاردة حصل صفقة بين هاني ابو الاهلاوية. اوعى تقول هاني ابو ريدة، لا يا باشا، ده هاني ابو الاهلاوية. اوعى تقول ان ده هاني ابو ريدة، لا، ده هاني ابو الاهلاوية. لما اتحاد الكورة المصري بين قوسين يطلع بيان يقول لك فيه ان اتحاد الكورة بيسمم دور النادي الاهلي واسهاماته في مصر وما يذكرش الاندية غير باسم النادي الاهلي، يبقى اسمه هاني ابو الاهلاوية. عيب بيان اتحاد الكرة النهاردة، عيب، سقطة في جبين الكرة المصرية. لو في عدل هاني ابو ريدة يمشي، يرحل بسبب البيان ده. يا هاني ابو ريدة في الزمالك اللي راكب الدوري، لو عايز تكتب بيان وتكتب اسامي الاندية يبقى اسم الزمالك اكبر منك يا هاني ابو ريدة، اسم الزمالك اكبر منك يا هاني ابو ريدة. اتفقت معاهم ان النهارده الماتش يطلع تعادل، وجبت محمد الغازي، جبت الغازي عشان الماتش يطلع تعادل. حجم الماتش بكل طريقة، صفارة على كل حاجة البيراميدز والزمالك لا. طرد مستحق لاحمد سامي مرضاش ينفذه. ليه؟ عشان الصفقة اللي تمت النهارده بين هاني ابو الاهلاوية والجماعة اللي هم عشان ما يقولكش الاستماع والاجتماع ويأمن كرسيه، قام جاب ذكر اسمه واحد بس، هو النادي الاهلي. لكن يا باشا الزمالك معاه ربنا سبحانه وتعالى وجماهيره، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. معاهم تاجر الزيتون والليمون والذهب، وبرضه يا هاني ابو ريدة ما عرفوش ياخدوا الدوري. ليه؟ لان جماهير الزمالك هي الروح اللي بتدي للزمالك اللي محدش زيك يعرف يديه لاي نادي. جماهير الزمالك هي اللي واقفه في النادي في الاستاد بتهدف لحد اخر دقيقه باسم الزمالك. والنهارده يا هاني يا ابو الاهلاويه افشلت صفقتك. انا بقول لك يا هاني يا ابو الاهلاويه وجزيره الشيطان ورفاعة الدسوقي والمنظومه الفجره الفاسده، معلش 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 معلش